بسم الله الرحمن الرحيم. الاترال فايبريليشن الاف او الافب هي الموست كومن سستيند اريثميا في العالم. نسبة 3% في كل البالغين، النسبة ممكن توصل لأكثر من 10% في أهالينا فوق 80 سنة. المرة دي إن شاء الله والمرات اللي جاية مش جايين نتكلم عن الأدوية التجلطات ولا الريت كنترول ولا الريزم كنترول ولا حتى الديفايس ثيرابي. هتكلم إن شاء الله عن إيه مشكلة الاترال فايبريليشن من وجهة نظر الفسيولوجي، وإيه اللي بيعمل الاترال فايبريليشن في الميوكارديال بيرفورمانس. ان شاء الله ده الجزء الاول من الاتريال فايبريليشن فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو. اول حاجه مهمه جدا نتكلم عنها هي الاتريال فايبريليشن از ا لو اوتبوت ستيت regardless of the rate of arrhythmia. يعني ايه الكلام ده؟ يعني منطقيا هتقول لي ما هو لو الهارت ريت از فيري هاي اكتر 130 او اكتر 150 ده هيقلل الدايستوليك فيلينج تايم، فيقلل الفينوس ريتيرن، فيقلل الستروك فوليوم، فيقلل الكاردياك اوتبوت، دي معروفه. هل برضه بقى لو الاتريال فايبريليشن بقى leniently controlled، يعني هارت ريت من 80 ل 110 اتريست، ده هيقلل الكاردياك اوتبوت؟ يعني لو جبنا اتنين مرضى، واحد ساينس ريزم على ريت 90 مثلا اتاكي شويه على الانيميا هايبر ثايرويدزم شويه توتر بتاع، وجبنا واحد تاني اترا فيبريشن برضه على ريت 90، هل هيكون الكاردياك اوتبوت عند الاثنين واحده؟ والله اعلم لا. ليه بقى؟ عده اسباب اهمها ان شاء الله هنقول النهارده، وهو اللوس اوف اتريال كونتراكشن. الدم اللي بيتحرك من الاتريال فنتركل 70 ل 80% منه بيتحرك باسفلي. يعني ايه؟ يعني بيتحرك بدون مجهود يذكر من الاتريا. وصحيح الفنتركل بيريلاكس ودي اكتف بروسيس، طبعا الريلاكسيشن از ان اكتف بروسيس اي تي بي ديبندنت. فالفنتريكولار ريلاكسيشن هو اللي بيعمل بريشر جريدينت اللي بيخلي الدم يتحرك من الاتريا للفنتركل، ولكن بالنسبه للاتريا هو قاعد ريستنج عادي ما بيعملش حاجه. لما بيخلص الباسيف فيلينج الاتريا بيكونتراكت ات ذا اند اوف دايستولي عشان يدينا ال 20 30%، قول متوسط 25% الباقيين من الدم اللي بيجي الفنتركل وقت الدايستولي، فيما يعرف بالاتريال كونتراكشن او الاتريال كيك. في بعض المصادر بتفضل استخدام مصطلح الاتريال كيك لو في ارتفاع في الدايستوليك فيلينج بريشرز بتاعه الفنتركل، وتحتفظ باتريال كونتراكشن لو نورمال فيلينج بريشرز، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. بالنسبه ل 25% دي كمان ممكن تزيد في مرضى الهارت فيلير لغايه توصل 40 او 50% كمان من التوتال فيلينج بتاع الفنتركل، وطبعا بسبب زياده الدايستوليك فيلينج بريشرز فما بيكونش في بريشر جريدينت كبير ما بين الاتريا والفنتركل عشان ينقل الدم، ده بيخلي الاتريا يبذل مجهود اكبر علشان يوصل الدم بتاعه للفنتركل، فبيعتمد 40% من الفيلينج بتاع الفنتركل بيحصل بسبب الاتريا كونتراكشن في مرضى الهارت فيلير. ولكن نرجع تاني للمريض بتاعنا عادي اللي ما عندهوش هارت فيلير، اتريا فايبريشن بس كده، اللوس اوف اتريال كيك او اتريا كونتراكشن ده بيقلل الفينوس ريتيرن بنسبه 20%. ال 20% دول هم اللي بعد كده هيدوك ستروك فوليوم اقل برضه بنسبه 20%. يعني الفينوس ريتيرن اللي بيجي الليفت فنتركل دايستولي هو اللي بيبقى بعد كده ايجكتد في السيستولي، فانت كده بتقلل الستروك فوليوم بنسبه 20% على الاقل. مش بس كده، ده كمان لو انت نورمال مايوكارديوم اكتنج in the ascending limb فرانك ستارلين كيرف، معنى ان انت قللت البريلود او الانداستوليك فوليوم، معنى كده ان انت بترجع لورا في الفرانك ستارلين كيرف، فانت بتقلل الستروك فوليوم اللي بيطلع، لان ديكريز فيلينج بيقلل كونتراكتيليتي، ان هو بيقلل من الاوبتيمال اوفرلاب ما بين الاكتين والميوسين، فده هيقلل كمان الستروك فوليوم، وبالتالي يقلل الكاردياك اوتبوت اكتر كمان. علشان كده والاسباب اخرى، حتى لو الاتريال فايبريليشن بقى ستريكتلي كنترول تحت ال 80، ومع ان ده حتى مفيش دليل قوي على الفعاليه الكبيره بتاعته بالمقارنه باللينيانت ريت كنترول من 80 ل 110 ات ريست، الا لو لسه في سيمتومز طبعا يعني، فكده كده المريض ممكن يعاني برضه من سيمتومز اوف لو كاردياك اوتبوت، وده سبب مهم ممكن يرجح كفه الكارديو فيرجن، بالذات لو المريض لسه سيمتوماتيك، وبالذات لو هو عنده فرصه كويسه ان هو يفضل ساينس ريزم بوست كونفرجن. انا بتكلم ان شاء الله بعد كده عن الحاجات اللي بتقلل او تزود الفرصه دي ان هو العيان يفضل ساينس ريزم بوست كارديو فيرجن. طيب، فده كده سبب ممكن يكون الاهم في ليه اتر فيبريشنز لو اوتبوت ستيت، لو اوتبوت ستيت ريجاردلس اوف ريت اوف اريزميا. نقطه مهمه في الاخر كده ان الكلام بينطبق على الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، ولكن في بعض المصادر بتقول ان ممكن يكون الكونتريبيوشن اوف الاتريال كونتراكشن في الرايت فنتريكل اقل شويه من الليفت فنتريكل. يعني الرايت فنتريكل ممكن يكون بيعتمد اكتر على الباسيف فيلينج اكتر منه على الاتريال كونتراكشن، بس في النهايه كده كده النورمال بيكون في ايكوليبريم بين رايت فنتريكولار اوتبوت وليفت فنتريكولار اوتبوت، فالمحصله في النهايه هي لو اوتبوت ستيت. ده كده كان السبب الاول، ان شاء الله هنتكلم في الجزء الثاني عن سبب اخر مهم جدا ليه الاتريال فايبريشنز لو اوتبوت ستيت، هو الفرق ما بين لونج ار ار والشورت ار ار سايكل. الحمد لله، هذا والله اعلم.